تعولوا في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. هنا بمعنى تزوجوا. فما يقوله الدكتور الكيالي كلام غير صحيح، ولهذا الدكتور كثير من الأغاليط وكثير من الباطل. فعلى كل مسلم إذا استمع إلى الكيالي أن يستمع إليه بآذان العلم، وأن يعرض كلامه على العلم وعلى العلماء وعلى تفاسير القرآن، وأن لا يأخذ عنه من الشريعة حتى يعرضه على علماء الشريعة. اسمع إلى القرآن وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. يعني لا تتزوجوا المرأة التي تزوجها والدك وطلقها أو مات وتركها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، في سورة النساء. اسمع إلى القرآن وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني قدرة على الزواج، نكاحا بمعنى الزواج، حتى يغنيهم الله من فضله. سمعت؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين لا يجدون قدرة على الزواج، يعني لا مسكن، لا عمل، لا مال صداق ومال العرس ومال الوليمة. بماذا يأمرهم القرآن؟ وليستعفف. لا تذهب إلى الزنا، لا تذهب إلى الحرام بحجة أن ليس هناك زواج، لا يصح، حتى يغنيهم الله من فضله. اسمع إلى القرآن وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. كيف يطلقها هو ما تزوج بها؟ تفضل يا الدكتور الكيالي، فهمنا كيف يقع الطلاق والنكاح عندك ليس هو الزواج. كيف؟ باش وقع طلاق إذن لابد من هناك زواج. إذن هنا النكاح بمعنى الزواج. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني إذا تزوجتوا بالمؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، في سورة الأحزاب. إذن ما يقوله الكيالي كلام غير صحيح. الكيالي ومشتقاته رشيد أيلال، العصيدة الفاسدة، العشاب مسيلم العشاب الفاسد، هذا الفايد المغربي الذي تبرأ منه علماء المغرب. تحية لعلماء المغرب، تحية لهؤلاء العلماء الذين ما سكتوا عن كلمة الحق وقالوا كلمة الحق في هذه المسألة. كان هذا الفايد الذي تحول إلى فاسد، إلى مسيلم العشاب كما أسميه أنا، كان يتكلم عن الأعشاب، كان يتكلم عن فوائد الزعتر، فوائد القرنون، فوائد حشيش مقطفة، فوائد المعدنوس، كان يتكلم على فوائد الأعشاب ما شاء الله، وكانت الناس تستفيد منه وكنت أستمع إليه. ولكن فجأة تحول إلى العالم العلامة الفهامة المفتي الكبير وحيد ظهره وفريد زمانه، وأعلن على الملأ أنه الوحيد الذي يفهم القرآن، وأنه الوحيد
الذي يفهم السنة على حقيقتها، وأنه الوحيد الذي يفهم القرآن على حقيقته، وأن كل هذه القرون، هكذا يقول، كل هذه القرون من عهد الصحابة إلى زمانه لا أحد فهم القرآن على حقيقته. وكي يصل إلى هذه المكانة الكاذبة أراد أن يصل إليها بالتزوير، لكي يؤمن الناس أنه من العلماء الأفذاذ، عليه أن يحطم كل العلماء. ولذلك قال ليس هناك علماء، ليس هناك علماء، فحارب العلماء كلهم. لا أحد يفهم في القرآن إلا هو، لا أحد يفهم في السنة إلا هو، لا أحد يفهم في الأصول إلا هو، لا أحد يفهم في اللغة إلا هو، لا أحد يفهم التاريخ إلا هو. ولما نصحه علماء المغرب رضي الله عنهم، لما نصحوه واش قال لهم؟ قال لهم أنا أنتمي إلى قبيلة لا تقبل النصيحة، أنا أنتمي إلى قبيلة لا تقبل النصيحة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه ربه ليلة الإسراء والمعراج، فرض عليه 50 صلاة، كان يأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام فينصحه ويقول له راجع ربك، فيأخذ بنصيحته ويذهب إلى المكان الذي كلم فيه ربه في سدرة المنتهى ويطلب التخفيف. رسول الله يأمره ويحدد له الصلوات، ويأخذ بنصيحة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، يأخذ بنصيحته ويراجع الله جل جلاله في أمر الصلاة حتى وصلت إلى 5 صلوات. والفائد الفاسد الكذاب هذا الدجال الذي يتعدى على شريعة الله يقول أنا أنتمي إلى قبيلة لا تقبل النصيحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تحية إلى علماء المغرب، واصلوا حتى يسقط الدجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.